بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أشرح لك إحنا ماشيين إزاي. اللي قدامك ده تمرين عملي لإدارة النفس بنظام واضح من القرآن. كل مرة بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونتعامل بيه في يومنا، نكرره بهدوء لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها، مش مجرد حركة وخلاص. تمارين يومية وتنفيذ أمر بدون ضغط. جرب وشوف بنفسك إزاي الإحساس بيتغير وإنت بتنفذ الأمر. ولو دي أول مرة تسمع السلسلة ارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى. الأكل من أكتر الحاجات اللي بتتكرر في يومنا، وعلشان متكرر بقينا نعمله من غير وعي، نقعد ناكل ونقوم وخلاص، علشان احنا متعودين يا ناكل في مواعيد ثابتة يا ناكل لما نجوع. نقعد قدام الأكلة نخلصها ونقوم، مش لأننا مش مقدرين ولا علشان الجوع، لأن الفعل بقى عادة مش لحظة وعي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية واضحة وفيها أمر مباشر: كلوا. لما ربنا يقول كلوا دي مش نصيحة، ده صيغة أمر. يعني اللحظة اللي انت بتاكل فيها دي تقدر تبقى لحظة تنفيذ، مش علشان زودنا حاجة ولا غيرنا حاجة، احنا بس ربطنا الفعل بأمر إلهي. هنا المعنى بيتغير تماما. انت مش بتاكل علشان الجوع بس ولا عشان المزاج، انت بتاكل علشان بتنفذ أمر. نفس الفعل نفس الأكلة، اللي اتغير هو الوعي. ومن غير ما تزود حاجة الأكل اتحول من عادة لعبادة. لأن النفس مش بتتغير إلا لما الحاجة اللي بتتكرر بيبقى ليها معنى. والأكل بيحصل كذا مرة في اليوم، يعني باب عبادة مفتوح طول اليوم من غير مجهود. إزاي بقى تمرن نفسك على الأمر ده؟ أول ما تاكل وقبل أول لقمة اقف وافتكر إن دي لحظة تنفيذ أمر، وبعدين قول الآية: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل بقى بالهنا والشفا، ولما تخلص ما تقومش فورا، اقف ثانية وقول بهدوء: واشكروا لله. واشكر ربنا بنية صادقة. كده نفس الآية فتحت لك بابين: تنفيذ أمر وشكر. في آخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين علشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم. هتلاقي لينك التحميل في البايو، ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع على الفورم اسأل نفسك: النهاردة وانا باكل هل كنت بنفذ امر ولا كنت باكل وخلاص؟ هل شكرت ربنا ولا نسيت؟ احنا مش بنضيف حاجة جديدة على حياتنا، احنا بس بنرجع الوعي لحاجة بنعملها اصلا من غير ما ناخد بالنا. القرآن مش معلومات بتتسمع ولا معاني بنعدي عليها، القرآن نظام تشغيل. لما تمشي عليه يحول العادي لعبادة. آية واحدة، تصرف واحد، وتكرار هادي، ومع الوقت النفس بترجع لنظامها الصح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.